حبايبي منوريني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منوريني في فيديو جديد كده معانا النهاردة. فيديو هو قصير كده بس قلت اطلع كده بيه معاكم كده. هنبقى كده مع بعض كده في روتين صغير بسيط كده. انا طبعا بقول لكم اول ما نفتح كده، يعني اول ما نصحى كده على طول طبعا ما وراناش غير المطبخ. بصوا طبعا اول حاجه بنعملها بخلي كده البوتاجاز كده نضيف كده وننضفه كده وخليه تمام مظبوط. ما يبقاش ورانا مواعين، ما يبقاش ورانا اطباق، يبقى المطبخ يبقى ما فيهوش اي حاجه بحيث نقف لما تعملي الاكل بتاعك او الغدا بتاعك يبقى انت ما وراكيش اي حاجه خالص. كنت انا هنا بقى عامله البوتاجاز ومنضفاه كده، وبصوا مواعين مفيش ولا حاجه خالص وزي الفل كنت مشطبه كل حاجه. آه تعالوا النهارده بقى كده في اكله مدبره كده، اكله خفيفه موفره بما اننا اخر الشهر. النهارده قلت اقول له اشارككم كده معايا بقى اكلتنا الحلوه دي. انا عن نفسي بحبها ومعظم الناس بتحب برضو الاكله بتاعت النهارده دي. اللي هوريها لكم أكلة خفيفة وبسيطة من غير بقى فراخ. الفراخ غليت خالص يا حبيبي، وصلت ل75. طب ليه؟ طيب ما احنا ممكن ندبرها في حاجة تانية. اللحمة ب220. والله العظيم الحاجة دي غالية جدا. احنا ندبر اهو زي ما تشوفوا يبقى كده أكلتنا النهاردة كبدة كده بسيطة. نعمله كبدة، نعمل صدق، نعمل كشري مصري، نعمل شوية عسل الساعة التلج ده. ممكن على فكرة نستغل اللي احنا فيه الغلا ده باي حاجه مدبره. زي كده النهارده الكبده دي، انا دي كبده كده اسكندراني كانت عندي في الفريزر، قلت كده اعملها خفيفه النهارده كده. وطبعا بحط كمون والملح والفلفل والثوم ليها. دي مكونات الكبده الاسكندراني، انا بعملها بالطريقه دي. وبقى بعمل ليمون وبعصر عليها ليمون حلو، وفلفل اخضر ده انا بسقطه او بحطه بعد الكبده ما بتستوي نص ساعه. النهارده اكله خفيفه خالص بسيطه كده، والفيديو قصير مش طويل يا حبايبي كده. بصوا انا بعملها كده اهوت، هحط عليها البهارات اللي انا قلتها لكم. هحط عليها كل المكونات اللي انتوا شايفينها دي، بس مش هحط الفلفل الاخضر غير في الاخر وهي بتستوي. انا قلت كده اعمل معاها النهارده يعني. كان في كده اصلا انا مش باكل غير انا بس الكبده وحنين. زياد ليه اكل تاني وبابا ليه اكل تاني، يعني متقسمين لنصين. في فريق بيحب ده وفي فريق بيحب ده، فالنهارده انا قلت ايه اعمل كده حاجه خفيفه. حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه. اللي ما شافش القناه لاول مره، قناه منوعات ووصفات ام حنين وزياد، يعمل اشتراك. اوعوا تنسوا، كل مره اقول لكم ما تنسوش الاشتراك، ما تنسوش اللايك. يا جماعه اللايك مش على قد المشاهدات، حطوا اللايك على قد المشاهده. بص انا بحط وحطيت بقى البهارات بقى كلها على الكبده الاسكندراني دي. في حد طلب مني الكبده الاسكندراني بس كان من شهر او شهرين، فانا مش فاكره مين والله، بس انا بهديلك بقى الفيديو ده اللي كان طالب مني الكبده الاسكندراني بطريقتنا احنا. اهي علشان ايه برضو ما بنساش حبايبي اللي بيطلبوا مني اي حاجه. انا بعصر بقى، باخد الليمون ده كده عليها، وهتعصريه بعد ما تحطي الثوم والبهارات بتاعت الكمون، ملح، فلفل اسمر، ليمون، توم. حطي كل ده وقلبي الكبده حلو قوي، وحطي شويه زيت وشوحيها بقى. بصوا ريحتها هتجيب لاخر الدنيا. النهارده زهقنا كده من الاكل كده. طبعا زي كل بيت ما فيش في اخر الشهر بيبقى لسه البيت لسه يعني ايه، ما فيهوش الخزين. بتبقى الحاجات بقى البسيطه ديت تبقى نعملها بقى اخر الشهر. بصوا بقى حاطين كده الكبده اهي. هي اول ما تحطيها كده هتشم ريحتها طالعه زي، بصوا ما اقولكوش. حطوا اللايك بقى. طبعا اللحظه دي عملت تش كده اهو. بحب صوت الكبده وهي بتعمل تش كده. بصي بتشوحي بقى الكبده كده اهي. تخليها كده تتشوح معاكي حلوه قوي. والله العظيم الاكله دي والله العظيم بتاكل يا حبايبي، عايز اقول لكم بتاكل فعلا وجميله جدا. بص انا حطيت بقى الفلفل بعد ما هي الكبده كانت داخله لسه في السوا. حطيت عليها الفلفل، هتحطي الفلفل كده اهو بعد ما تخش في السوا مش دلوقتي، بعد ما هتستوي معانا. كانت هنا بقى تستوي. زي ما بقول لكم يا حبايبي، وفروا كده اخر الشهر في بيوتكم. اللحمه غاليه والفراخ غاليه جدا، هنعمله طيب ايه؟ هنلاقوا ليها بدايل. يعني هنجيب مثلا كبده، نجيب صدوق، هنعمل زي ما قلت لكم كشري، عدس. في حاجات كتير قوي بتتعمل. يعني لو هي مش غاليه مش هنجيبوها لا، هنعمله بدايل. وحتى لو جه علينا اول الشهر وجبنا خزين، برضو خدوا بالكم. آه
مش باجيب اللحمه كتير بعد ما غليت، او بجيب البرازيل اللي هي الاقل شويه في السعر. والفراخ يعني ما بقتش اجيبها بصراحه، يعني لما غليت شويه زي اي بيت. الا مثلا لو لقينا مثلا عروض، مثلا حد بتاع حاطط مثلا فراخ بعرض ولا كده بنجيب. بص انا بحط في المرحله دي بقى ايه كده اهو، بعد ما خدت تساوي معانا الكبده بقى، هتحطي فلفل الاخضر بتاعك، واو تحفه مش عايزه اقول لكم. اكلتنا كده النهارده بسيطه وخفيفه، مش مكلفه. فيديو صغير قلت اشارككم باكلتي النهارده. ده الفيديو ده ينزل النهارده ينزل بكره. إيه عملت كده بقى جنبها نيجاتيس كده ليا انا، مش لان ما حدش هياكل معايا. عملت كده كميه بسيطه من نيجاتيس جنب الكبده. وتبصي بقى وتسخني شويه عيش بقى، وما اقولكوش بقى بصي غمسوا وكلوا احلى اكل في الاكله دي. بلا رز بلا طبيخ بقى، لا والله تاكلي احلى اكل. بصوا انا بقى بعد ما خلصت هي استوت، بصوا زي العسل، كانت ريحتها قلب المكان والله العظيم. زي ما قلت لكم انا بقى عملت شويه نيجاتيف كده، عملت على قدي طبعا، على قدي دولت. وشويه بقى السلطه، طبعا السلطه عشان تفتح النفس كده، شويه جرجير على شويه طماطم، وعملت جزر اهو عشان اقطع شويه سلطه كده جنب ايه، جنب الاكله دي تفتح معاكي النفس طبعا. العين بتشوف قبل البق ما ياكل. اهو بصوا انا قطعت هنا بقى، بصوا عملت كبده اهي طلعت معانا، والنيجاتيف اهو كده، وشويه السلطه الحلوين. طبعا السلطه دي لازم تفتح النفس جنب اي اكل. اعملوا لكم طبق سلطه كده مغذي، بحط جزر، حاطه جزر على فكره مع مع الجرجير ومع الطماطم. شويه بقى سلطه ما اقولكوش بقى ايه جمال، كانوا زي العسل مع الكبده الاسكندراني والعيش بقى السخن. وجميله الاكله، جميله جميله بجد. إيه كل نعم ربنا علينا اللي نقول عليها الحمد لله. يعني مش بنتبطر لو ما فيش لحمه وفراخ وطبيخ ما ناكلش، لا هناكل. هنعمل لقمه ربنا اللي بنقول عليها شكر ونعمه من عند ربنا يا حبايبي. كانت الاكلات دي النهارده كده خفيفه وحلوه. إيه بحبكم كلكم. إيه عقبال ان شاء الله الفيديو الجديد ان شاء الله. انتظروا فيديوهات مني حلوه قوي مفاجاه، مش هقول لكم عليها بس انتظروها، هتعجبكم. بمناسبه ان احنا داخلين على رمضان، كل سنه وانتم كلكم طيبين. هصور لكم في حاجات حلوه قوي في سوق كده، واسواق بقى ومنتجات رمضان مفاجاه. حاجات حلوه قوي هنا هصورها لكم. يلا حبيبي اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.